الناس مش بتكرهك، بس بتكره اللي بتعكسه فيهم. لما حد بيزعجك، مش بيزعجك لأنك سيء أو وحش، بيزعجك لأنك بتفكره بحاجة فيه هو مش عايز يشوفها أو يفتكرها. انت مراية وهم خايفين من الصورة اللي انت بتعكسها لهم. الناس بتهرب من اللي بيقرهم بضعفهم، بأحلامهم اللي سابوها، بالصد اللي خسروه، بنفسهم اللي بعدوا عنها. وانت بتفكرهم بكل ده من غير ما تحس. فمش كل رفض بتاخده بيكون لشخصيتك، ومش كل برود معناه انك مش كفاية. احيانا بيقولك بس انك واضح اكتر مما يتحمله. فمش لازم تتغير، مش لازم تصغر نفسك، مش لازم تخبي ضوءك ونجاحك ونقائك عشان تريح الناس. اللي مش قادر يتحمل وضوحك محتاج يتصالح مع نفسه، مش انت اللي محتاج تتغير. لو الكلام ده لمسك، اشترك عشان يوصل لك تاني ويوصل لغيرك. وشاركه مع حد محتاج يسمع الكلام ده. وقلنا في الكومنت: حسيت ان حد في حياتك بيكره فيك حاجة انت بتحبها في نفسك، قدر قيمة نفسك.